ايه كلام على ايه؟ خلص انا حبلش هون انت بس حبلش بيك مثلا انه طبعا مش بالفصحى بس هل فكرت يوما انه في حضارات كامله مسحت من التاريخ؟ هيك حتبلش. تمام، عشان مدن دي اختفت. هتعمل دوشه. ما تعملش دوشه بقى آه. وما تنفخش. ايه حصان طالعين بنصار مع حصان. شوية سكر يا ابني الواد بيروح مني. ايه الكلام؟ يا خي طب ليجي بس ناجي. لا لا على بلا إيه؟ ناجي بلا انا خلاص انا مش هستنى حد. لا ماشي، الكلام حلو. انا عادي، انا اتكلم صورت. يلا كمل. لا بدنا نبلش هلا دغري. عادي لو عايز انت خش. مكبر لا الموضوع انا ليه؟ انا بس لفوت ناجي، انا بحب شوفه مرتاح. كات ما كده مش هينفع. ده لك شغله، انا زلمه بحب رفقاتي. اه تمام، اذا مش موجودين ما بكمل. والله. لا ما تحلفنيش. سيب مساحه للكذب. من انا عجبك. بقول مثلا انا بقول لا، اثر لا. يعني حدائق بابل المعلقة ما لقوش ليها اي حاجة. لا، في عندنا بابل في المنوفيه. دي بابل بتاع الفطير ده واحد تاني ده. ده حاجة تانية دي. مطاعم. في بابل في المنوفية ده بابل بتاع ايه ده؟ بتركبها من شبين. تركب من شبين الكم دي وخلاص بلد موجودة بتوديك في المنوفية بابل. اسمها بابل؟ ممكن تكون المنوفية دي امبراطورية برضه مش طبيعية والله. لشو العلماء ضايعين. ما كل شيء موجود بمصر. اي كوبي موجود في اي مصر. كوبي موجود المؤرخ بمصر. محمود السبيعي. صدق شو بخصوص عن جد هلا لعيبه الفوتبول قالهم كوبي بيست هدول اللي بيطلعوا فيهم مصر مبابي وبنزيما شبههم وفي واحد احنا عندنا طالع اي في حاجة. واحد طالع بيشبه الشعراوي. ايوه صح. لا، وفي عبله كامل. عبله كامل أيوة، الشعراوي. وفي اندرتيكر. لما بعرف اندرتيكر عليه ده يا لهوي اسمع، اسود. لما بعرف عليه بقول له الشعراوي رحمه الله عليه. رحمة الله عليه صحيح. لا والواد اللي كان عمل العندليب ده برضه شادي شامل ده شبهه بالظبط برضه. ايه شاطر. يخوف يعني. لا، في ناس جامده. طب هو يخلق من شبه 40 دي حقيقة؟ مقولة. تعال ادخل مش ضروري يعني خش مقولة يعني لا اكتر ولا اقل. استنى. احنا قافلين احنا قافلين، انا اسف. انتاج لو سمحت. احنا هوا خلي بالك اي لفظ خارج هيتشال في المونتاج. بس بدي اسالك سؤال، انت وين؟ بس عن جد انت وين؟ يعني معقولة كان بيجيب طلبات. بيجيب بيجيب طلبات. قعدت الف حوالين المبنى اشوف المدخل منين. انت مش قلت لي جنب ايه على فكرة ما تقطعش لا لا بس مش خلص قدام الكاميرا. نشيل. انت بس بدي اسالك وقفت سؤال. قدام. بس بدي تعالى أسألك كده سؤال. تعالى كده في بدي اسالك سؤال، انت ما حتوقف هالبلاد اللي مش حلوة؟ مش ليه؟ هيقف. ايه اللي حصل؟ اول شيء مظبط دقنك وطالع على قصة كبيرة. ايه اللي حصل؟ شو بدك ضايع؟ يلا ضيعت الباب. يلا طيب انا بقى امي مثلا مره تخش معانا. زمان هتكلم معاك. بس تقعدش تقرفنا. يعني بدك تحكي خليك زي ما انت خليك زي ما انت. يعني خليك مثلا وين بدي اقعد. طيب دقيقة خليه ممكن اقعد هنا، ممكن خليه لقى حال، تعال اقعد حدي. اوف الكرسي بتاع محمود نفسه وقع هون أصلاً. هون هون هون. لا دي ممكن تكسر. خلاص يا عمي تعال هون. ماشي، ما انا هجيب لك. انوار كنت تقول لي معلمي ما كنت تقول في لي حكايه معلم. يخلق من الشبه 40 دي امي مره كانت في رحله للاهرامات وهي في الجامعه راحت الاهرامات لقيت واحده هنديه شبهها تيبيكال. اقسم بدين الله شبهها تيبيكال. تقول لي بدنا واقفين نبص لبعض ونضحك مش مصدقين. ليك تعرف شو غريب؟ تفتكر ان انا هندي معقول عندك بجد اياك؟ بجد والله ليك تعرف ممكن. شغلة بس ما تلعبش. بدي لك شغله. ضربوا على ايده ده أوقات الساعه على ايده. انك تلاقي اثنين بيشبهوا بعض شيء، وانك تلاقي حدا بيشبهك لك شخصيا دي صعبه شيء قوي تاني. غريبة. ايوه صح. بس أنت مش حدا في بيشبهك. بس في طبعا انت في فيش حدا بيشبهك. طبعا انا يونيك في كل حاجه. ليك انا طالع يا سباعي ولا العضله دي مداري عليا. طلعتك بتقول لي العضله دي مداري عليا يا سباعي. بس لك كوم المرة الثانية بجاكوها. والله تعبينك يا احنا سباعي. جبنا كل عفش البيت عشان نطلعك لفوق. والله العظيم فعلا. ايوه كده تمام. اصبر صح بس كده حلو. اجرك ما تخبطش فيك جنبين. نخش في الموضوع. فانا بشوف ان في حاجات هي خيال ادباء واتقالت ان هي موجوده او سرحان من مؤرخ او لمؤرخ ليه اغراض مختلفه. ممكن يقول ان انا مثلا ايه سمعت او شفت مثلا الحدائق المعلقه بتاعت بابل. طب فين هي الحدائق المعلقه دي؟ محدش يعرف. موجوده على رسومات على نقوشات بتاع بس مش موجوده. انجازات خرافيه مش حقيقيه. طب تعرف شغلة؟ هاي الشغلة كتير جميلة
تعرفوا انه في ترايبس كامله، طبعا يعني مش بس ترايبس، يعني ناس كتير كانوا ياخدوا مشروم اللي بيطلع ناتشرال بالطبيعه، بس بيعمل لك هاليوسينيشن، فانت بتصير تتخيل اشياء. فكتير كان من الشعراء زمان والناس اللي تكتب قصص خياليه كانوا ياخدوا مشروم. ويودي وشو يودي ويجيب يعني شيء خيال. حتى لحد هلا هو موجود المشروم، حتى في كتير في جو روجن مثلا بيطلع بودكاست بيحكي لك قد المشروم انه بياخدك لمحلات انت مش متخيلها، بتصير بتشوف شيبس. بتعرف اللي بيقعد بيرسم بس ياخد بكوب بيكون عم بيشوف شيبس. ايه يعني ده يعني بيخدروه ازاي ده معلش؟ هو مش بيخدروا مشروم شيء، يعني مشروم كيف اللي انت كلها انت فطر، بس هذاك بيكون سام فيه نسبة سمومية معينة، بس هو بيصير بيعمل لك انت هالوسينيشنز، يعني انت بصير بتهلوس. فالهلوسة هيدي بتفتح لك ايماجينيشن وكرياتيفيتي بشيء شكل مش طبيعي. تفتكر افلاطون كان بيضرب؟ انا لا انا والله انا عندي ما شك أعرفش انه والله، بس افلاطون. طب ممكن كتير كان يضرب عادي، ما الناس بتضرب دلوقتي اكيد كان في ناس بتضرب زمان. 100% طبعا. بس الآلي بالمية في يوم من الايام لا لو سمحت لو سمحت ثانية واحدة لو سمحت. شعبه لا لا ما انا اليوم عم بعمل قاعد عم بعمل سيرش اتلانتس، طلع لي اتلانتس دبي، قالت لي سهله موجود عادي يعني موجود. هو ده بقول لك قابل بالمنوفيه. طيب ده سؤال، انت فكرت طب ما عندي بس عنده سؤال. لا طب ما خلاص تكتبوا الحاجات اللي هتبتدوا فيها إياها بعدين بلغني بعدين. لا عشان لو في حاجات انا مش عارفها ممكن اظبط انت نفسي. انت دورك هيجي، انت هتلاقي نفسك مدخل، احنا هنرشقك ما تقلقش. ماشي مستقبلك معانا في امان. اوكي، بس ما تدخليش في اتلانتس، انا بجد ما اعرفش غير خلينا مع- نجاوبك. انت بس عادي جاوب، انت اقعد وابتسم. انا هعمل كده. كل شوي بس حط عليه لا، لا، لا. هي غلطه. هو علامة استفهام، علامة استفهام. عشان هنبتدي تمام. طب بس سؤال استنى. انت مش هجيب ميه هجيب ميه. اسمع الصوت. انت مش بدل الباب عشان القعده وتارك هيدا. انا ما جبتوش، انت اللي جايبه. انا فكره انا كنت هكلمه بعد ما انتوا ما نخلص. جبتوش، انا اللي جيت. انت رايح فين؟ هجيب ميه. ميه خد. هات كوبايه. لا لا انت لسه جاي المره اللي فاتت بس قال لي لا انا خدت الكوبايه. حوارات ده عايز يعمل نفسه نمره لقطه. ها عم بسرق الله مش بكوبايه القهوه. كوبايه المي اللي انت عارفيها. اتلانتس. على اطلانتس. يلا. يلا مين هيتكلم عن اطلانتس؟ انا يلا روح. بدي اسالك سؤال، فكرت انت بيوم من الايام انه في حضارات كامله كانت موجوده وانمحت؟ انت محضر من شات جي بي تي؟ لا من فيديوهات. بس شات جي بي تي قال لي اقول نفس الكلمه. لا لا لازم نتذكر مع بعض. قفشنا من اول جمله. لا هون الحلو، هلا انا بكمل لك. نرجع نعيد. لا احنا هنكمل عليها. اوكي تمام. شو جاوبني؟ ما جاوبتني. اكيد في حضارات يعني اختفت تماما. اوكي. في بس فرق كتير كبير بين اختفت وانمحت. في حضارات كانت موجودة واختفت لأسباب معينة، وفي مثل عوامل طبيعية، وفي حضارات تم محوها عن قصد. طيب في كتير عندنا نحن بالتاريخ كذبات صارت حقيقة والعكس صحيح، والتاريخ يكتبوا المنتصرون. تمام. صح. وفي نوعان من التاريخ الموجود بكتب التاريخ اللي لو سمحت تعلمه وانساه لانك اجبرت تتعلمه، وتاريخ محيي من الذاكره وهيدا هو اللي معظمه حقيقه. تمام. اليوم نحن حنروح عنوان واحدة من الامور اللي تم محيها من التاريخ هي اتلانتس. حقيقه ام خيال؟ هون نحن اخر شيء رح نقدر نوصل لها. طيب. بدايه اسطوره اتلانتس كانت عمل جدل كتير كبير عند العلماء. يقال انه كانت حضاره متطوره جدا تعتمد بتطورها على الطاقه يعني طاقه الاثير وطاقه الطبيعه وطاقه الهواء. فهل دي حقيقة ولا لا؟ انا ما بظنش ان هي حقيقة، لان عادي انت ممكن تقول لي حاجة تمام شبه ابو رجل مسلوخة. هل في ابو رجل مسلوخة؟ انا برضو بصراحه موافق معاك في الحته دي. انا شايف ان افلاطون مدينة اتلانتس دي من وحي خياله الادبي. هو قيل يعني ان هو لقوا نقوش عند الفراعنه
بتتكلم على لو سمحت الصوت انا فعلا كده انا هقوم طلعت امشي زي انا هقوم المدرسة امشي المدرسة. لو زهقان لو سمحت قوم. اعطيه قلم وورقة يرسم. فبيقولوا يعني ان هم لقوا نقوش مع الفراعنه بتقول ان هم تواصلوا مع كائنات فضائيه او حاجه زي كده، رسموا حاجات شبه اطباق طائره او الحاجات اللي هي الفانتسي دي. مظبوط. لا بص انا ما بتخيلش كل دي حوارات مؤامرات، فانا بحس الموضوع ما هو انا شو الغاية معاك. منها؟ ايه. شو الغاية تكون مؤامرة؟ طب خلينا نقول لا احنا بنجري بنجود. ورا الحاجه اللي هي الغامضة. احنا مش عارفين. صح. لا الغامضه مثلا احنا مش عارفين طبع إيه. البشر بحب الغموض. بيحب الايه لحد الناس اللي بتزود. انا شايف كده. في عندك اسطوره بتقول ان هي موجوده بالاتلانتيك اوشن وغرقانه هنيك، هي كانت وسط البحر الاطلسي وغرقت. تمام. هيدا بس ما واحد. حدش اتكلم عليه، ما حدش يعني جاء- قالوا اللي فيه موجوده بس ما كانتش. كانت يعني نظريه مش من الاقوى. ماشي. نظريه تانية بتقول لك انه هي بمثلث برمودا. تمام. غرقانة شو اللي برضه. هي غرقانه بمثلث برمودا. ايه الدليل على الكلام ده؟ هلا هقول لك اللي بيقولوا لك انه غرقانه بمثلث برمودا، انه في العلماء بخلال الاقمار الصناعيه، طبعا احنا واصلين لمرحله تكنولوجيا متطوره متطورة جدا. جدا. الاقمار الصناعيه لقطت اهرامات ومباني موجوده تحت البحر اسمع. وبكميه كثير كبيره. ماشي. هلا في علماء بيقولوا لك انه هيدي هي مدينه اتلانتس، وفي علماء شو بيقولوا لك انه هيدا تكوين جيري للبحر على مر العصور كون هدول طبيعي. الطبيعي الطبيعة، بالضبط. صح. هلا نحن بصير عندنا مثل عندك مثلا بلبنان صخره الروشه. طب ما هي صخره يمكن هل كانت مبنى قبل ولا جير والبحر كانت قمته لهون تكون. هذا رقم 2. حاجة أكتر، ده أنتوا عارفين إن جزيرة المقطم دي أو هضبة المقطم دي كانت كلها متغطية بمية النيل. ما كان النيل كان جنب اللي انا اعرفه اللي هو كان جنب الاهرامات. المقطم كان مش قريب مش من جنب الأهرامات، يعني المقطم كان بعيدة قريب. بس بيقولوا إن من آلاف السنين المنطقة دي كانت كلها مية. يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي هضبة بنطلع نسكور عليها. طيب دي على هيدي دي النقطة كانت أنا حأجي لك على شيء كتير انترستينج صراحة. كمل معها للآخر، عن جد انترستينج ممكن يغير لك نظرتك. رقم 3 بيقولوا إن هي كانت بال أنتاركتيكا موجودة. يعني صار في تكتونيك بليت تحركت. التكتونيك بليت فكرة نحن أصلا الكرة الأرضية اللي عايشين تتحرك عليها دايماً هي طبعاً. عبارة عن تكتونيك بليت تحركت صار هذا الشكل موجود، فأدت لنزولها وتجمدت. وممكن يكون مزبوط لأنه في يعني بعثات بتروح في أماكن لحد هلا ممنوع يروحوا لها وصعب يروحوا لها، فممكن تكون نظرية قوية جدا. وهيدي الخبريه قصه تكتونيك بليتس وانتاركتيكا موجوده ل 1200 سنه يعني لورا عم بحكيك انا. بس هو احنا ليه اي حاجه تمام احنا مش عارفينها او مش عارفين هي راحت فين او منين؟ يا جماعه دي في القطب الشمالي او الجنوبي، ده هناك ما بيقولكش انا اقول لك ليه. لانه بكل بساطه هو اكثر مناطق عم بيصير فيها ظواهر مش طبيعيه او في علامات سؤال. يعني مش حاجي اقول لك انا موجوده مثلا بشرم الشيخ، لانه بدك تكون بمناطق صعب الانسان يوصل لها لاسباب مجهوله صح او معلومه. تمام. يعني بصير انت البروبابيلتي ان تكون في شيء هناك عم بيصير سري اكبر بكتير، فبتصير تحط النظريات اللي ممكن تكون موجوده هناك. اول حاجه ان انا طوفان سيدنا نوح لو هنتكلم عنه فهو اشال الارض كلها. هي سفينه نجت بالناس اللي فيها بكل حد زوجين، وده اللي ديننا قاله يعني، فدي حاجه تانية. تاني حاجة ان انا بشوف ان مش اي حاجة الاقيها في معبد منقوشة على حجر او حاجة. ما انا كمصري عمري ما سمعت عن نقوشات حجرية باطباق طائرة. قد يكون الحاجات لا موجود لوجوز لحاجة تانية، لغة يعني هيروغليفية مثلا انا ما شفتش واحد مثلا وش كلب ثعلب مثلا. وش كلب. لا شفت وش كلب قبل كده صح. فرجيني. لا لا مش هو، حد تاني. مش هو وش جميل. انا كمان بالنسبه لي الحضارات اللي انا دايما بعترف بيها لازم يكون ليها حاجه ملموسه. اي حاجه مش ملموسه بحسها دايما اسطوريه. تالت حاجه بالنسبه لي الولع اللي جه بحضاره اطلانتس ده، يعني حصل مؤخرا علشان هتلر كان مجنون جدا وكان عايز يوصل لكل التكنولوجي اللي موجوده في العالم بشكل خزعبلي، فوظف ناس من النازيين ان هم يبحثوا، وعمل فريق بحث كبير جدا في القطب الجنوبي او الشمالي مش فاكر، ان هم يروحوا يلاقوا الحضاره دي موجوده ولا لا. تمام. بشوف ان افلاطون كمان كان اي اديب في الدنيا خياله بيوسع، وكل ما خياله بيوسع كل ما القصه بتجيب
جمهور اكتر. يعني فليه ما مثلاً يكونش عمل كده؟ لو انا قلت لك الحضاره الفرعونيه تمام، ولا حضاره مثلا بتاعه اطلنطس، طبعا هتروح لحضاره اطلنطس عشان انت مش عارفها تمام. بس دلوقتي عندك حضاره الاشوريين، في ناس عارفه، مش عارف البابليين ناس عارفه، الفراعنه الناس عارفه. طب ليه مش معنى الحاجات دي الناس مش عارفاها؟ طب بدي أنا أسألك ببص سؤال. للموضوع. في كتير في من كمان التاريخ بالتاريخ انه وجدوا خرائط مع احد السلاطين العثمانيين موجود فيها بهذه الخرائط، لأن الخرائط القديمه كان فيها كتير اشياء غير مش موجوده هلا. شغلتين، وحنحكي مثلا عن شغلتين من اليوم، واحده منهم اتلانتس، كانت موجوده مدينه اتلانتس. وعلى فكره كولومبوس الرحاله اللي كتير شهير كان يعد هدول الخرائط مراجع له بالترحال، كانت مذكوره. ايه اللي اقول مع السلطان العثماني؟ مذكوره مدينه اتلانتس، خريطه اتلانتس. هي كانت مذكوره في حاجات كتير، ما مذكوره في افلاطون. ماشي، بس ما فيش طيب. اي دليل مادي عندي. انا بس الخرائط عفوا هدول ما اجى رسمها واحد بس هاوي رسم. في عندك انت كان من يعني من شهر من طب ما كان من موجود فيها اشهر كمان من اشهر الرحاق. الخرائط دي كان موجود فيها كمان ياجوج وماجوج مكانهم فين، مظبوط. موجود فيهم حاجات عادي ممكن. ياجوج وماجوج بس ده كله توقعات، مش لازم يبقى حاجه اساسيه كانت موجوده. بس بدي اسالك سؤال. يعني انا شايف بس بدي اسالك عايز سؤال. اتكلم بقى. لما 90% من هالخرائط حقيقيه موجوده، هل 10% لا. احنا بعدنا مش قادرين نوصل له؟ مين ليه قال بدنا ان نقول هي خيال؟ 90%؟ انا عايز اسال سؤال دلوقتي. كل دوله في العالم بتقول انا دوله حضاره. ايه اللي بيثبت ان هي دوله حضاره؟ حاجه ماديه قدام، في حاجه ماديه اقدر امسكها. تمام. عندنا اهرامات، ايوه ده عندهم عندنا الوحي انتوا كمصريين مسكتوا لنا الاهرامات. بس حاجه موجوده، معابد حاجه موجوده أهرامات طبعا. في إزاي؟ معابد عندك مثلا. يعني انا بشوف ان من اقوى الحضارات اللي هي موجوده وليها اسم والناس بتتكلم إنها من الاف السنين. يعني مثلا عندك الحضاره العراقيه، الحضاره الايرانيه، الحضاره المصريه. شويه بنتكلم ان في شويه معابد حضاره الرومانيه في ايطاليا. الرومانيا. الحاجات دي اللي ملموسه، دي اللي اقدر. انا دلوقتي لو انا بتكلم بقالي شويه بقول ان انا في حضاره اسمها حضاره اطلانتس وتحت الميه. طب دي لو كانت موجوده كان الناس صاحبه الدوله او صاحبه الحضاره دي حاولوا جريت يطلعوها. عليها، طلعت منها حاجه، قالت يا جماعه اهو انا عندي حضاره وانا من الاف السنين موجوده وانا صاحبه حضاره، تعالوا زوروني واعملوا سياحه ونشط واعمل واسوي. صح، مسا عليك والله. يعني ده كونكلوجن. أيوة. لان انا ما اقدرش اغيب اشوف غيبتي حاجه، وارجع بهيبتي. ما ينفعش اشوف حاجه، ما بغيبش اوانطه. ما ينفعش اشوف حاجه. انا بوافق صراحه في كلام انا ما ينفعش ناجي اشوف يعني. حاجه مثلا موجوده على خريطه او حاجه اوهم بيها الناس بسبب ان انا مثلا واحد الناس بتصدقني زمان على اي حاجه كتابات. طبعا زمان مش زي دلوقتي. انا دلوقتي ممكن اقدر اشوف كل حاجه على القمر الصناعي. زمان كنت ممكن اتخيل، ما رحتش حد يحكي لي. أيوة. واحنا عندنا في مصر المثل ده يعني مشهور. مثلا أيوة. انا لو قلت لك بعدين انت قلت لعمرو، بعدين عمرو قال لانور، بعدين انور قال لعلاء، بعدين علاء قال، على ما توصل للاخر هتقول مثلا ده حاجه نزل على بالبيجامه بس مثلا يعني فاهم. الموضوع فانا اعتقد ان ده يعني كله كلام من على الحضارات من ذهب. اوكي، الحضارات اللي اختفت مثلا. اللي بعده اللي بعد تمام. انا بصراحه من الحضارات اللي دايما كنت بحب ادور عنها او ان انا دايما بسمع فيها يعني كتير هي الحضاره البابليه. لا مش بلبول بتاع الفطير بتاع راس البر، ده بابليه حاجه تانية. عندنا عارف بلبول بتاع الفطير؟ لا بس احنا عندنا بابل في المنوفيه او في الغربيه مش عارف، بس هي بابل اتفضل. حشر من مصر. شبين الكوم بتروح هناك حشر مصر. احلى مثل للناس بتوع نسمع للاخر وهنشوف. المهم نبوخذ نصر بالظبط كده. تمام. الراجل ده في سنه 538 قبل الميلاد كان بيوسع سيطرته. زي ما احنا عارفين اي مملكه كبيره قويه تحاول تفرض سيطرتها على كل الممالك المحيطه ليها. الملك اللي كان يحكم مملكه يهوذا في الوقت ده حاول يطلع عن طوعه، فراح بجيش يقدر ان الجيش ده كان بمئات الالاف علشان يقدر يحاصر المدينه ويدمرها. دمر المدينه، سبى اليهود واخدهم عنده عبيد في بابل. بعد كده لما سقطت على ايد الدوله الاخميديه الملك كورش الكبير، اليهود زقوا عليه جاريه شكلها حلو اقنعته او هو حبها، طلبت منه يعني نقطه ضعفك يعني. طبعا انت لو كورش كبير كنت هترجعهم برضه. انت كنت اعطيتني الحكم صح.
لا ساب ان اليهود يرجعوا تاني للمملكه القديمه بتاعتهم يهوذا. طيب من اشهر معالمهم هي طبعا اللي ما فيش عليها دليل برضو لحد دلوقتي وعندي شك كبير فيها. لكن انا لي حق اقول هذا الحكي كله مش مزبوط. اذا مش موجوده لي حق صح. يعني بس ليها شويه دلائل قالت ان هي موجوده برضو. ثانيه واحده. اول حاجه هي الحدائق المعلقه. ليه بقى يقال ان هو عمل الحدائق المعلقه دي؟ لان مراته كانت جميله برضو. وكان شوف بدأ يهتم بالموضوع اول ما قال له مراته قرب كده شارك في الكاميرا. انا صراحه طالما فيها نسوان تستنى انت بقى. فيها نسوان طب استنى انت بقى. مش احنا بقى انا مش مصدق بس فهمني الحته دي. عيد الكلام تاني. انا وحمورابي بنحترم بعض. طيب كانت مراته من بلد اسمها الميدية، كان اسمها ايميتس او سميراميس، على خلاف بقى انا مش عارف. سميراميس ده فندق هو ممكن يكون متسمى على اسمها يعني. فكانت عندها زي هوم سيكنس كده للبيت بتاعها او للدوله بتاعتها. الدوله بتاعتها كانت جميله فيها حدائق كتير وبتاع. طبعا في العراق كان في زراعه وكل حاجه، لكن زي ما انتم عارفين في اجزائنا في الدول العربيه يعني الصحراء هي الاعم يعني. فعلشان يخليها يبسطها كان رومانسي جدا، فامر ببناء في قصره الحدائق المعلقه دي. ايه هي الحدائق المعلقه دي وهي كانت فعلا متعلقه؟ لا، طريقه بنائها كانت غريبه جدا. بقول لك كانوا بيعملوها على الارضيه من القصب. القصب وبيبنوا عواميد، العواميد بتاعتها من النخل، وبيصبوا اسمنت عشان يمنعوا الرطوبه. ممكن نجي يفيدنا في الحته دي. تمام. في اسمنت زمان كان في ازاي كانوا بيطلعوه؟ عادي انا ما اعرفش بس بصراحه بيعملوه بالظبط، بس طبعا اكيد كان في مواد زمان زيها زي الاسمنت بالظبط. ملوش علاقه ان هو يبقى زي اللي عندنا دلوقتي، بس فيها مواد كانت بتبقى متماسكه ان هي تقدر تبني مبنى زي اللي احنا بنشوفه من زمان. بتعرف انه الطرقات الرومانيه ما بيعرفوا لحد هلا، وهي الاف السنين ضاينت. انت كسيفل انجينير الاف السنين ضاينت ولحد هلا ما حدا بيعرف بالضبط كيف او من شو مبنيه صح. طب هذا نوع من الدعايه. وبعدين كمان ما في حاجات كتير يعني مبنيه من زمن وبرضه لحد دلوقتي هم بيستغربين ازاي الناس توصلت للقدره دي على ان هم يقدروا يبنوها زي الاهرامات مثلا. يعني الحاجات اللي انا بصراحه لحد دلوقتي مش فاهمها ازاي بقى قدروا يبنوا حاجه زي كده وعليها حجر على حجر وطلع فيها. لا غريب جدا. بتعرف انه حتى بقولوا لك العلماء انه يعني الحجر مقصوص بطريقه ليزر كاتنج ليقعد 100%. وانتبه حجر مش قاعد حجر ساحب فاكيوم. ايوه ساحب فاكيوم. هو عن طريق هو ركبوهم عن طريق ان هو يعني يشيل الهواء ما بين الحاجتين. مليون بالمية. ده هي مش دي بس الفكره، هي مش دي اللي مخلاني يعني اللي مخليني طبعا مستغرب ان اماكن الغرف جوه الهرم ازاي قدروا يشيلوا ده يطلعوه فوق. طبعا في اقاويل كتير ان انتوا كنتوا بتتكلموا فيه من شويه، موضوع النيل اللي كان قريب من الاهرامات. انا اتوقع ان في حاجه زي كده كانت موجوده. الفيضان ما كانش في العادي. وان البلوكات دي عشان تلغي وزنها لازم تلغي ان هي تتشال عن طريق ميه او عن طريق حاجه وتتسحب بكل سهوله. لازم يكون في ميه. طب عشان ينقلوا الحجر عشان ينقلوا الحجر يعني يبداوا يركبوا في الحجر بالطريقه دي. حته ان الاهرامات دي لو انت بصيت هتلاقي في اهرامات في السودان، في اهرامات في مصر، في اهرامات الميه اهرامات. تمام. كل اهرامات. فانت ليه كانوا عم بيعملوا اهرامات عامه يعني في كل مكان كان في اهرامات. انا بقول لك ليه. انا زلمه حتى في المكسيك الفرق بيني وبين عمرو بهالنقطه انه انا شخص بحس الكونسبيرسي ثيوريز حقيقي. يعني في كتير امور منه حقيقيه. الاهرامات هذه حقيقه. يعني انت عم تقول انا بدي الشيء الملموس، انا لازم حاجه ملموسه. انا بالنسبه لي لا، ما بهمني الشيء الملموس. انا بهمني شوف يعني اوقات الامور الموجوده بالتاريخ مش ضروري تكون ملموسه اذا محت بطريقه صحيحه. مثلا الاهرامات وكل هدول الامور هن بالضبط بيقولوا عنهم مسلات، هن تجميع طاقه. لا الاهرامات غير المسلات. ما عم بقول لك حتى الاهرامات عم بقول لك كل شيء فيرتكس. اوكي هو طريقه تجميع طاقه.
حتى بقولوا لك انت الحجر اللي موجود فوق اللي هو ناقص بالاهرامات اللي معمول من جرانايت ماشي. هو معمول لتجميع الطاقه، وكانوا كلهم كونكتد تحت، يعني الاهرامات كونكتد بطريقه ما تحت الارض. وعلى فكره هيدي هي طاقه الارض وطاقه الاثير اللي في علماء بتقول موجوده، في علماء بتقول مش موجوده. انا بالنسبه لي يعني حتى في غرف، عفوا، حتى في الكلام ده- غرف بقلب الاهرامات كانت تكون مضيئه. الكلام انا بالنسبه لي ان احنا بنتكلم ان صدقنا الاهرامات مشغله. هي مولدات طاقه او مقابر او مراكز لاي حاجه عموما، يعني زي ما هم كانوا بيفكروا زمان الروحانيه. انا بعتبر ان دي ممكن تكون الثلاثه ممكن يكونوا صح، الثلاثه. مستحيل تكون مقابر. لا قال لك لان يعني هي لان بدك تقنعني انه كل الحضارات اللي حول العالم اجتمعوا بطريقه بنى معين بس عشان يعملوه مقابر. اول شيء كان في اتصال بين هالحضارات. هيدا بدل انه لما تلاقي انت بكذا بلد في نفس المنشأة نفس البنية مبني بنفس الطريقة ريجاردس الحجم، معناتها الحضارات كانت على تواصل مع بعض. اوكي، انا بالنسبه لي السودان ومصر مش هيعتبروا ان هم حضارتين. لا، بلد بالنسبه واحدة لي دي صحيح. بلد واحده. يعني انا عندي 273 ولا 272 هرم موجودين في السودان. طيب. 100 حاجه و30 ولا 100 حاجه و40 موجودين في مصر. انا بعتبر ان ده كله كان واحد. حلو. فدول مش ايه ده، هو اتنين. في 100 حاجه و40 في مصر؟ السودان اكتر من مصر. ده بالظبط معلومه مفاجاه بالنسبه لي، إيه، زي بس الاقصر انتبه. واسوان هم مش بلد واحده يعني. ما بس بس مصر صغار، حجمهم صغير كتير. عدد الاهرامات أيوة. اللي موجوده في مصر اقل بكتير من عدد الاهرامات الموجوده في السودان. انا ما بعرف. أنا عارف. أنا بس, هو بس, بس احنا بنتكلم على اللي موجود في مصر. انا كنت اعرف اللي هو الثلاث اهرامات وفي هرم سكار بس. دول الاربع اهرامات في مصر. هل في اهرامات تانية فين لا، بقى؟ دول الاهرامات المعروفه عشان دول يعني اكبر الاهرامات واكثرهم جدلاً. انتشارا، عشان كانوا أكبر. بتوع الملوك. ايوه صح. عشان هم ينسبوا للملوك. ايوه. فالباقي طبعا اكيد برضو كان في درجات. ما هو برضو شوف كان كم بني ادم كانوا عايش ساعتها. مش معقول يعملوا كل الناس دي اهرامات. فانا بالنسبه لي ده اكيد 100% كان تحت بند المقابر. بس انت بتعتبره هل كان المقبره دي بتاعت الاهرامات اللي هم غير الاربعه اللي احنا قلناهم، هل هم دول بيشتغلوا مولدات زي ما انور بيقول؟ ممكن وممكن لا. وممكن حاجات لحد دلوقتي ما اكتشفناش. مولدات ليه اصلا؟ هو انور بيقول مولدات ليه؟ انا بقول لك شغله. بتعرف انه كانت انت الغرف الموجوده بقلب الاهرامات كان تضيء المواد الموجوده فيها. على فكره لاحظ انت مش عندك كل دليل على الكلام ده؟ مش كل ما هو هيدا الفكره، انه انا بآمن باشياء ممكن تكون صحيحه علميه تبنى بالعلم، ممكن تكون صحيحه. لاحظ انت لا لك شغله، شو اسمه هذا الشخص الممثل اللي بيحب الاثار؟ نسيت شو اسمه. انا مش عارف عفواً. اسمه بس انا عارف. خليني اقول لك، بيمسك ضوء وبيمشي على حيط من الحيطان، الحيط بيضوي. ده دكتور اثار على فكره. فمعناتها ممثل انه بس. انا مش فاكر هذا اسمه بس رقم هو واحد. دكتور اثار. رقم اثنين، الاهرامات محطوطه بطريقه على بوينت بالارض معينه، كيف الشمس يعني هن سنتر اوف شيء وكيف الشمس تضرب فيهم. فمعناتها اذا الشمس فاتت بالاهرامات ضربت الحجر اللي موجود فوق، عم بعطي انا ثيوري، عم نتحدث، ضربت فيه ممكن تقدر توصل الطاقه وتضيء الغرف الموجوده. ليش لا؟ طيب بس هو عامة الحتة دي في واحد طلع اتكلم خد الأهرامات والحضارة الفرعونية كلها فيديوهات ومش عارف حوالي عمل سلسلة فيديوهات. فهو مشهور جدا على اليوتيوب. لو انت دخلت كتبت هتلاقيه موجود. اسمه ايه؟ انا مش فاكر بس بعد الحلقة بقول لك اسمه ايه. اوكي تمام. طيب كمل. يعني هي اخر حاجه بس في الحدائق المعلقه دي، ان هي كانت بس الخلاف بقى ما بينها وما بين الناس، هل هي موجوده ولا لا. طريقه الري بتاعتها كانت غريبه شويه، لان هو اعتمد في طريقه الري على حاجه ما ظهرتش. طريقه الري اللي اعتمدوا عليها وبيقولوا ان هم اعتمدوا عليها، هي كانت من الاخر هي عباره عن كام دور فيهم حدائق. فاللي بيقول لك اللي كان يبص من بعيد يفتكر ان الصحراء بقت كلها زرع، لان هو عملها طبقات. حاجه بمفهومنا دلوقتي اكيد تبقى سهله، لكن في وقتها كانت حاجه من المعجزات يعني. تمام. المشكله هنا برضو ان هي مفيش عليها اي دليل مادي ملموس النهارده، ولكن في بدايه القرن او في اواخر القرن ال19 بدايه القرن ال20 في عالم هندي انا بصراحه مش فاكر اسمه قوي، لقى يعني كان بيدور على حفريات في المنطقه دي ولقى اثار بتدل. هم كانوا مطورين حاجه اسمها الكتابه المسماريه، يعني لان هم كانوا بينقشوا على الاحجار الطينيه بالمسمار فسموها الكتابه المسماريه يعني. لقوا رسوم للحدائق المعلقه، وعلشان كده وبرده في مؤرخين تانيين، مؤرخ صقلي اسمه ديودور ومؤرخ تاني اسمه سترابو، دول ذكروا سيره الحدائق المعلقه دي، لكن هم قالوا ان هي في الحضاره البابليه.
المؤيدين بيقولوا ان هي كانت فعلا بناء على الاثنين المؤرخين دول ان هي كانت وجدت فعلا في بابل. لكن بعض المؤرخين الجداد بيقولوا ان الحضاره او الحدائق المعلقه دي كانت موجوده في الحضاره الاشوريه، بالتحديد في مدينه اسمها نينوى. نينوى دي برضو مدينه في نينوى في العراق. العراق. صح. طبعا من اشهر المدن يعني اللي في العراق. شاف الفيديو بتاعي، انا متكلم فيديو عن عن الموضوع ده. انا من جمهورك يا محمود، بس وبجد بدي أقول لك مبسوط ان انا طلعت معاك في حلقه. بس بدي اقول لك شغله. انا لانك استفزيتني حقي. انا اخاف استفزك طب والله، بس لو انت استفزني استفزيت خد حقك دلوقتي. بدي اقول لك شغله. انت عم تقول انك شخص بتحب الامور الملموسه، صح. ليه نقد سبجكت فيه شيء ملموسه بالوقت اللي انا بقول بحب الاشياء اللي ما بتعني لي الحضاره ملموسة. البابليه حضاره ملموسه. الحدائق المعلقه غير ملموسه. أوكي. وجودها من عدمه، كل الادله اللي عليه ان كان في نقوشات تاريخيه بتقول ان هي موجوده زي اتلانتس مثلا زي ما هنقول، وبعض كلام المؤرخين. هل هي موجوده في اشور ولا او في نينوى ولا تبع للحضاره البابليه؟ دي حاجه ما نعرفهاش. لكن كان في دايما صراع كبير جدا بين الحضاره البابليه والحضاره الاشوريه، وده من اسباب انهيار الحضارتين في الاخر، ان هم فضلوا يتصارعوا كتير جدا 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 بينهم وبين بعض. ممكن من حبه لمرته كتب لها انه كتب لها انه سميراميس. سميراميس. بس انت بتشوف تمام. يعني هقول لك مثلا مثال طبيعي. تمام، انت لما بتنزل مثلا في اي قريه بتشوف البيت، تمام، ممكن تلاقي البيت عامل درجات قدام البيت. ممكن بعد مثلا 10 سنين الشارع بيهبط تلاقي او البيت هبط ده بقى تحت. يعني 3 تعد تحت. فانت بص في خلال 10 سنين، تخيل بقى انت في خلال مثلا طبعاً. 100 سنه مثلا 200 سنه ممكن يكون حصل زلازل 1000 فيضانات سنة. تانية. فممكن حاجات طبعا. بتغطي. طب انا هسال ناجي سؤال. بس لا هسال ناجي بس أقول لك سؤال. شغلة. ثانيه لأنه واحده، عن ثانيه نقطة. ثانيه ثانيه. اتفضل. هل سمعت قبل كده ان مدينه اسكندريه بعد كام سنه كان اتكلم في الموضوع ده دكتور عصام حجي، ان هي ممكن تختفي بسبب الفيضانات او بسبب النوة اللي بيحصل دلوقتي في اسكندريه؟ هو بس في نقطتين عايز اتكلم فيهم. اول نقطه الحاجه اللي اتكلم فيها سباع، اللي هو المباني بعد 10 سنين والكلام ده بتهبط، والكلام ده في علم الهندسه مش موجود. بس انا بشوفه الكلام ده كان في بيرصفوا الأرض احداث بس معينه، نتيجه زلازل، نتيجه يعني كوارث حصلت ادت لانهيار المبنى، وبقى من المستوى ده نزل للمستوى ده. لكن الطبيعي ان ده ما بيحصلش، مش موجود هندسيا هنا زي ما احنا دلوقتي ولا قبل كده. طيب فلو احنا بنتكلم ان حاجه حصل لها مثلا غمر بالميه تماما، فمنسوب الارض هنا بقى من غير منسوب الارض هنا، ودي غيرتها الميه، دي حاجه تانية. او لو احنا بنتكلم عن زلازل او كده او كوارث طبيعيه، دي حاجه تانية. دي حاجه الاولى. الحاجه التانية الموضوع اللي انت بتتكلم فيه عمرو، اللي هو اختفاء مدن. اختفاء المدن ده، طبعا ده حاجه يعني وارده. بس هو كان ايه بس السؤال تاني؟ انا عايز ارد بالظبط. خد شويه قهوه انتاج لو سمحت. والشغل بقى هو نايم، انا حسيته بيغيب كده. هو اخد الفطر اللي انت قلت عليه. هاليوسينيشن. هذيك المره بالسياره قعد ربع ساعه عم يحضر فيديو ويحكي، والله العظيم يحكي ويعيد بنفس الجمله معي ربع ساعه. عم بفهم انا شفت له ناجي خلاص اطلع برا، قال لي انا بقول هيك كمان ونزل. فاكر الراجل بتاع عيد السؤال تاني. عيد السؤال تاني. صرت عليه. بس انت كنت بتقول ايه بجد؟ شو بدك انت؟ يا عم استنى بس، حته اللي انت بتقول اسألني. مفيش حوار اللي هو البيت ينزل. يا عم انا ممكن لما انزل اجازه او اوريك في بيتنا وهو تحت الارض. محل تمام بتاع واحد، والله الراجل ده جارنا. المحل كان على نفس الرصيف. والله بعد فتره لقيت المحل بتنزل له لتحت. يعني بس ده من الاسفلت اظن هم بيعلوا عشان ما بيشيلوش الطبقه ويرصفوا تحتها. يعني الشارع كله كده في مصر وده بيحصل. هندسيا لو المحل ده يبقى دي اذا المشكله الاساسيه والمشكله نفسها في البيت نفسه. البيت فقط. لكن انت هتلاقي البيت قديم. طب اقول لك على حاجه، اللي يؤدي ان البيت ممكن يقع حتى لو هو كويس برضو، ان انت دلوقتي البيت ده يتغمر بالميه، يفضل مده مغمور بالميه. يقع. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي الميه بيحصل لها تسريب نتيجه اي شيء، والاساسات شاربه ميه الباقي لها مده كبيره جدا ومحدش دريان. ماشي. فيفضل الميه تاكل في الاساس، تاكل في الحديد، تاكل في الاساس، فجاه تلاقي البيت ده
هبط. في بقى حل تاني او مش حل تاني، في طريقه تانية او وضع تاني، يحصل تسريب برضو ميه، بس ساعتها البيت يقع ما يهبطش. بس كده كده الميه يعني، هي سبحان الله الميه دي من اقوى الاسلحه اللي في العالم، ومن اقوى الحاجات اللي بتاثر في العالم. الميه لو جت في ناحيه التربه تهبط التربه وتاكل الاساس الخرسانه وتاكل الحديد، بس اول حاجه هتاثر فيها هي التربه. فعشان كده انت بتروح للراجل ده هتلاقي التربه بتاعته، تربه الاساس بتاعته هبطت. لو حد عايز يبني يا جماعه بيت ممكن مهندس يروح بالظبط. يكلم استاذ مهندس حط ناجي اخر حاجه بقى، اخر حاجه على الحدائق، وتاكد انه ما يهبطش. اخر حاجه على الحدائق المعلقه دي، نظام الري بتاعها كان اسمه اللوب الارخميدي. الحمد لله. تمام، أرخميدس يعني؟ تقريبا ارخميدس. اللي هو عارف انت الماسوره اللي بتبقى لولب دي. انت عامل حلقه عن الكلام يا ده صاحبي امال ايه يا صاحبي يعني. يا صاحبي انا بحبك جدا والله. بس على فكره الحاجات دي بقت مشهوره جدا دلوقتي. ساعتها ما كانتش مشهوره. دلوقتي وبداوا يعني يرجعوا للانظمه دي في الري، لان طبعا الناس كتير جدا دلوقتي بقى بيستخدموا يعني بيحاولوا يبقى عندهم حدائق جوه المنزل بطريقه كبيره، جوه البيت لا انا مش ما تقعدش بقى يعني ما تعمقش الكلام. حاضر. يعني كل اللي قاله انور ده عشان كلمتوش كده ما قلت المنزل خلاص وقفت في صورك. ايه الحضاره الثانيه اللي ممكن عمال يتكلم انا بقول كفايه عشان ربنا كرمه يعني ودي عضلات يعني. انت بتتعامل معايا كده ليه؟ والله العظيم والله العظيم استغفر الله العظيم. يوم اسود يوم اسود لما عرفت. لا والمشكله انا قلت خلي ناجي، انا فكرت يجي يعني بيقعد برا. انا قلت سؤال، انا انت قلت ليه عامل هيعمل نفسك مسابقات. كشاف مواهب ودي تاني حلقه في تاريخك؟ يعني ليه عملت نفسك انا مخرج؟ دلوقتي قلت هيعمل مسابقات والله، وانا احب المسابقات واحب اللعب وبتاع. جيت لقيت عمال يكلمني على افلاطون تعرف ايه هو الحب الافلاطوني؟ وبرمي جميره وفايف ومش فاهم حاجه. يقول لك الغرفه بكام دلوقتي في رويال ارلاندس؟ بعد انت شو بدك الحلقه الثالثه تكون؟ انا عايز حلقه. اول شغله انت لازم تنام. اولا انا عايز اقول على حاجه. انا عايز اقول حاجه. احنا اتفضل. نتكلم في الحاجه اللي انتوا، انا من وجهه نظري ان انتوا متمرسين فيها. ما نحن متمرسين فيها. واحد يا زلمه القطار كيف متحمل اللي على القطار اكثر من اللي جوا القطار. طب هو هو خلينا ننهي الموضوع ده. بس هو يعني ايه الحضاره اصلا؟ الحضاره اللي هي اللي اتعملت. طب بدي اقول لك شغله. ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ معلش عيد السؤال تاني كده. هو ايه السؤال؟ هي اتقرت يا عارف انا بدي اقول لك شغله. كان اسمها الحضارات زمان. فيني زيد شغله على فكره، بما انه انت مهندس وعرفتنا انا بتكلم انه الحضارات الملموسه موجوده، فالناس عندها معلومات كافيه عنها. الحضارات اللي مش موجوده هي الحضارات اللي بتستحق انه نحن اللي هي ما في شيء ملموس اكثر من مش موجوده، هي اللي بتستحق انه نحط جهد لنكتشف هل هي موجوده ولا لا. كان معكم انور، عمرو حسن، محمود السباعي، ناجي. هنسيب يا جماعه الاكونتات بتاعتهم في صندوق الوصف، فولو بقى وهنسيب ناجي هنا. الدنيا تمام. هنسيب مع ناجي السلامة. موجود قبل المره الجايه. الاسبوع الجاي. اهم شيء انجوي.